هو أنت شبه برجك أكتر الصفات الجسدية لكل برج. الكل جميل في نظر اللي بيحبه، الجمال الداخلي أهم من الخارجي بكتير. وصح إن كل شخص عنده كده شكل فريد إلى حد ما، ويبان إن الأشخاص المختلفة بمجموعات مختلفة بيعيشوا في ظروف شبه بعض. كمان صح بالنسبة للأبراج، اعرف الصفات الجسدية الملفتة للنظر عند الشخص حسب البرج بتاعه. الحمل من 21 مارس لحد 19 إبريل، علشان خاطر هو برج تنافسي قوي وبيحب دايما ان هو يكون حر، فعنده شكل رشيق ورياضي. بيحب قوي ان هو يمشي مسافات طويلة او السباق او التنطيط طول الوقت. بغض النظر بقى عن لون عينه، فالناس دايما بتشوف النار جواها. دايما عنده ابتسامة ساخرة على وشه، وده علشان خاطر هو على طول جاهز للتحدي اللي جاي وبيدور على المنافس اللي بعده، ما هو خلص بقى على اللي قبله. الثور من 20 إبريل لحد 20 مايو، ثور جسمه قوي زي برجه. ممكن يكون ما يبقاش أطول شخص في الأبراج، بس متأكدة ان هو قوي وشخص قوي. هو هتلاقيه معضل زي برج الحمل، بس احتمال يكون أملى شوية، بس ده متوقف على ان يكون برج الثور اكتر عدوانية او مسترخي اكتر. بيحب يلبس لبس مريح وعصري. الجوزاء من 21 مايو لحد 20 يونيو، بيحب يغير شكله لما بيكون محتاج ده، سواء بقى حصل انفصال او شغل جديد او مكان جديد او موسم جديد. شوية يلبس لبس حزين وشوية لبس يكون جميل باللون الوردي. ما عندوش جمال واضح وده هو اختياره. عينه هتلاقيها مليانة حيوية. السرطان من 21 يونيو لحد 22 يوليو، السرطان من الأبراج الطفولية. هتلاقيه دايما كده عنده بشرة ناعمة جدا وخدود كده مقلبزة مليانة، عينه مدورة ومشرقة وبيديك إحساس بالبراءة لما تيجي تشوفه. وكمان هتلاقيه مش طويل شوية، عنده نظرة كده لما يبصلك تحس ان هو بيحضنك. أسد من 23 يوليو لحد 22 أغسطس، يا برج الأسد انت ملك الغابة، انت بتدي إحساس ملكي. دي طريقة لطيفة ان الناس تحس انك انت مغرم بنفسك. شعرك كثيف وجميل وعينك عميقة، أطرافك متينة بشكل طبيعي، ضحكتك مميزة لما بتكون مبسوط، وصوتك واضح جدا وعالي لما بتكون متعصب. العذراء من 23 أغسطس لحد 22 سبتمبر، أنثى العذراء عندها نظرة متواضعة، وذكر العذراء مهووس ان هو يحلق دقنه. العذراء مش بيحب ان هو يقص شعره ولا يعمل قصة مجنونة ولا لون مجنون، هو بيحب جدا اللون شعره الطبيعي. العذراء ميال للحياة النظيفة، ده بيساعده ان هو دايما يحافظ على شكله رشيق. كمان صفة أساسية للبرج ده ان انت هتلاقي ايده رقيقة. الميزان من 23 سبتمبر لحد 22 اكتوبر، الميزان ناعم وعادل. بغض النظر عن شكله العقلي، هو بيدي سلوك لطيف وودود جدا. بيكون عنده شعر ناعم وعين فاتحة وبشرة كمان تعتبر فاتحة شوية. ما عندوش بنية تقيلة ووزنه بيبقى رشيق، بس من وجهة نظره هو زي برج العذراء والسرطان هو عنده شكل حلو. العقرب من 23 أكتوبر لحد 21 نوفمبر، دايما العقرب بيسمع تعليقات اللي حواليه عن نظراته. عنده عيون حادة بتبص بعمق للناس، ميال ان هو يكون عنده عيون غامقة وكمان شعر أغمق وشفاه طويلة ورفيعة. ابتسم ابتسامة عريضة، دايما بيلبس لبس بيعجب الحبيب والعدو. القوس 22 نوفمبر لحد 21 ديسمبر، شكله شبه الحمل والثور، قادر ينافس زي الحمل وبشكل عدواني زي الثور. يحب يكون في الهواء الطلق، محدش يحبسه أبدا، وحبه للتحديات ملوش علاقة ان هو بيتحدى الآخرين. عنده أطراف عضلية، شكله كده على طول يبان عليه ان هو برج القوس. الجدي من 22 ديسمبر لحد 19 يناير، لازم تكون الناس قادرة ان هو تميزه بنظرة واحدة بس على وشه. عنده وش طويل وملفت، وعنده كده عظم في الخدود مش محتاج يعمل كونتور. والجدي سواء ذكر أو أنثى فهو يبان عليه ان هو من الشخصيات السينمائية اللي مش عايزة أبدا تبقى وحشة. عنده رجل وإيد قوية. الدلو من 20 يناير لحد 18 فبراير، البرج المتمرد الصغير اللي بيلبس ألوان غير طبيعية بس نبضة بالحياة. ده كمان بيعتبر من أطول الأبراج. هو كمان مش بس قوي جسديا، دي الناس بتعرفه من النظرة المدروسة في عينه. الحوت من 19 فبراير لحد 20 مارس، جسمه ناعم ومرن وما عندوش كتير من العضلات، بس مش هش، وإيده ورجله صغيرين وحساسين. بالنسبة بقى للوجه فكله ملامح بعيدة عن بعض بس بشكل فعلا متساوي زي السمكة.